من تلفزيون الأكاديمية البحرية، معكم نورة الذكري. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من أول حلقتنا شباب على الهوا. بكرة معنا أي كلام وانتي أي كلام، انتي أي كلام، انتي أي كلام. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في اول حلقه من برنامج اي كلام مع هاجر مختار. النهارده الحلقه هتبقى عن السواقه. عايزه اعرف مين اللي افضل، في الرجاله ولا الستات اللي بيعرفوا يسوقوا اكتر؟ احنا عملنا ريبورتاج في الشارع وطلع النسبه 50% من الرجاله ما بتعرفش تسوق و50% من النساء ما بتعرفش تسوق. تعالوا نشوف الريبورتاج. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج اي كلام. معكم مريم ياسر من كليه الاعلام. دلوقتي هنسال الناس في الشارع، تفتكروا مين بيعرف يسوق احسن، الولاد ولا البنات؟ تفتكري مين بيعرف يسوق احسن، الولاد ولا البنات؟ طبعا البنات هي اللي بتسوق احسن، بالذات في مجال السواقه اللي هي الشعبي وميكروباصات ومقطوره وكده. بتلاقي الحوادث كتيره جدا في المجال ده بسبب الرجاله. عمرك ما تلاقي مثلا ست مثلا راكبه الميكروباص بتطلع دراعها وبتكاسر عشان عايزه فكت 10. عمرك ما تلاقي سواقه مقطوره رفعت رمادول وقلبت عربيتين 3. عمرك ما تلاقي مثلا واحده مثلا بنت سايقه العربيه ولابسه في شجره على طريق شيراتون. هنا حضرتك دايما بتشوفيهم الصبح بيبقوا اولاد وبيبقوا اصلا شكلهم مغيبين جدا من الدراجز، ميتين وبيتحاسبوا. احنا بنقدر نعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت واحنا سايقين. على ما اذكر كانت اللي اوضحت الموضوع ده الاستاذه منى عراء المذيعه، اما قالت في تكريم صدى البلد ان هي اثناء سواقتها للعربيه من المنيل لمدينه نصر كانت بتاكل ابنها الاولاني وماسكه الكتاب بتراجع لابن الثاني وهي سايقه عشان توديهم تدريب السباحه. وفي بنات بتحط ميك اب وهي سايقه، تخلص البروجكت وهي سايقه، وده طبعا هتلاقيه كتير جدا هنا عندنا في الجامعه. فايا كانت العيوب اللي احنا بنعملها في السواقه من وجهه نظرهم هم طبعا كمجتمع ذكوري، فاحنا طبعا احسن في السواقه عشان احنا الحوادث بتاعتنا قليله. البنات طبعا، الولاد سواقتهم متهوره جدا اصلا وبيسوقوا بطريقه متخلفه. البنات بتعرف تسوق كويس قوي، انا دايما بركب جنب بنات سواقتهم يا لهوي. لا يعني هو في ولاد بيسوق وحش وفي بنات بتسوق وحش، يعني على حسب ازاي اتعلم. عملتي كام حادثه قبل كده؟ انا ما جربتش بس اكيد هعمل. اكيد هتعملي. بتعرفي تركني؟ لا ممكن اعرف، يعني لو ركنت يعني جربيني كده. اديني عربيه وجربيني. طب تفتكري البنات بتعرف تركن ولا ما بتعرفش؟ هو بيخافوا يعني بيقلقوا شويه بس بيعرفوا يعني. انت بتعرف تركن؟ اه كويس. ايه اكتر طريق بتكره تسوق فيه؟ هو انا ما بحبش جوزيف تيتو بتاع طريق النزهه ده، علشان يعني ما فيهوش ولا مطب، والعربيات دايما جايه بسرعه عاليه جدا والناس بتعدي كتير. يعني عند المستشفى الالماني السعودي الالماني وكده كذا حادثه تحصل، الناس تخبط عربيه تخبط حد وتموته. ما بحبش اسوق فيه خالص، يعني بحس ان انا ممكن اخبط حد او ان انا اعمل حادثه، يعني الاثنين بيحصلوا. بتعرفي تسوقي مانيوال؟ اتعلمت على مانيوال بس ما بسوقهاش في حياتي، يعني بسوق اوتوماتيك. يعني لو دلوقتي قدامك عربيه مانيوال هتسوقيها كويس؟ اعرف اسوق. تعرفي؟ طب عملت كام حادثه قبل كده؟ في الاول عملت كتير، دلوقتي يعني مش كتير، يعني كنت بخبط كده يعني وانا بركن خد شويه كده وكده. بالظبط. تمام بس اتعلمت خلاص. طيب لو الكاوتش نام منك في الطريق بتعرفي تغيريه؟ لا لسه المرحله دي، بكلم حد يجي يعمل. ايه رايك في سواقه البنات اللي في الجامعه؟ بالنسبه لسواقه البنات يعتبر ما فيش سواقه بنات، رخصه امامي فقط، ما فيش رخصه خلفي. يعني ما فيش حد بيعرف يركن ركنته، هي تاخد رخصه امامي لكن ترجع وتركن ما بتبقى صعبه، خبط هنا خبط هنا، تخبطنا احنا ماشي. يعني سواقه البنات عندكم في الجامعه فظيعه. عملوا في اي بنت قبل كده عملت حادثه هنا في الجامعه؟ كتير حصل فعلا قدام عيني كتير، دي من البنات اللي عندكم كتير. طالبات ما بتعرفش تسوق وشباب ما بتعرفش تسوق برضه. خدنا الاثنين معانا. ورجعنا لكم بعد الريبورتاج ومعانا دلوقتي ضيوفنا الدكتوره عائشه حجاجي والدكتوره زينه. دكتوره عائشه حجاجي في علم النفس وهنا تنميه بشريه. انا عايزه اسالكم، انتوا شايفين يا جماعه السواقه ازاي في مصر؟ انا دلوقتي شايفه ان السواقه في مصر هي عباره عن وسيله ان احنا لازم نوصل باسرع طريقه للمشوار بتاعنا، انه ما ياخدش اكتر من 10 دقايق. طب وحضرتك شايفه يعني السواقه في مصر دلوقتي عامله ازاي؟ هو في دلوقتي تدافع كتير قوي في السواقه ومحدش بقى عايز يستنى حد، يعني بقى في كده نوع من انواع قله الذوق. خلاص احنا عندنا هدف واحد زي ما هي قالت، ان احنا نوصل المشوار باسرع ما يمكن. طيب هو انتوا شايفين المشكله بتيجي من الرجاله اكتر ولا من الستات؟
بصي احنا ما نقدرش نحدد المشكله منين اكتر، بس هما الاثنين يعني نفس الحاجه، يعني ما نقدرش اقول الراجل بيعمل مشاكل اكتر ولا الست بتعمل مشاكل اكتر. طب رأي حضرتك ايه؟ لا انا شايفه الرجاله بتبقى مشاكلهم اكتر في السواقه، ان هما متسرعين بزياده عن الستات على الاقل بتبقى واخده حرص من العربيه اللي جنبها، هيبقى فيها عيله ولا ما فيهاش حد، وبيبقوا مركزين مين اللي جنبهم عشان ما يخبطوش، لكن الرجاله ما بتبقاش مركزه. طب والركنات بقى يا جماعه، دايما اي واحده تبقى موقفه الشارع دي تبقى بنت، هاي دي الركنات دي بقى من مين؟ بصي بصراحه يعني عشان ما نكذبش اغلبيتها بتبقى بنات. يعني انا شخصيا لما ببقى ماشيه على الطريق وفي واحده بتبقى سايقه قدام بقول اكيد دي بنت. ف بس اكيد في برضو يعني برسنتج من الرجاله ما بتعرفش تركن زي ما في زي الستات ما بتعرفش تركن. ورأي حضرتك؟ انا شايفه نفس الحاجه، هو اغلبيه الوقت فعلا تبقى اللي هو دي ست اللي سايقه قدامي، او مثلا موقفه الزحمه تبقى بنت عامله مشكله بنت، فيعني هي بتبقى على حسب مين اكتر يعني. انا بشكركم واستنوني في الحلقه الجايه، وبشكر ضيوفنا واستنوني الحلقه الجايه مع ضيوف اخرين. ميرسي.